شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية للرد على معتقدات الشيعة الإمامية تقدم لكم محمد باقر الفالي. اكو مدينة في البرتقال غير البرتقال الذي نعرفها نحن يا اخوان. البرتقال جمهورية البرتقال. نعم. اسم المدينة فاطمة. اسم المدينة فاطمة. احفظوها يا اخوان، لما تروحوا البرتقال ان شاء الله اركب التاكسي يقول له I want فاطمة سيتي. اسم في هذه المدينة قبل 90 سنة اثنين خوات واخ. من كثر الكذب ما يعرفهم اثنين ولا ثلاث. يلا بابا كذب. 3 اطفال. طلعوا، كانت قرية صغيرة. نعم. وما كان اسمها فاطمة، اسمها غير شيء. ايوه. طلعوا من هذه القرية راحوا يلعبون، واذا بهم رأوا شبح من النور. اطفال رأوا الشبح، راحوا يركضون بيتهم، رجعوا بيتهم ركض شبح بعد. يا هالو طلع لهم شبح، يعني شيء طبيعي. شبح من النور بصورة امرأة، ولكن هاي المرأة محجبة وفيها نور. الصلوات على محمد. امرأة محجبة وفيها نور. قالوا لها منو انتي؟ قالت انا ابنة النبي. نعم. اسمك؟ قالت اسمي فاطمة، ما قالت نبي الاسلام. خلي يكون واضح. الرجل واضح بالكلام، دققوا النظر يا اخوان. قالت انا اسمي فاطمة بنت بروفيت محمد. فاطمة بنت بروفيت محمد. فاطمة الزهراء تتكلم انجليزي مع البرتغال. نقول بروفيت محمد بنت بروفيت. اللهم صل على محمد. صلوا على محمد. صلوا على محمد يا موالين. صلوا على محمد. طيب المسيحيين يذكروها. اخواننا المسيحيين يذكروها. اخواننا المسيحيين يذكروها. اذكر لكم هاي رواية مسيحية الان. قالت انا فاطمة. نعم. بنت النبي. نعم. قولوا لاهل القرية اقل خلي يعملون بالمعاصي. نعم. وصت اليهال الصغار ان يبلغون اهل القرية يخففون شوية من المعاصي. يلا يا بابا. هاي قضايا المسيحيين يذكروها. مودة اذكر لكم هاي رواية مسيحية الان. خلي يعملون بالمعاصي اقل. قللون. يشربون الخمر اقل شوية. يشربون الخمر اقل. فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها تحلل شرب القليل من الخمر، يعني وليس الكثير، يعني نص بطل كافي. المعاصي كثرت، الزنا كثر، خلي يقللون الزنا. خلي يقللون الزنا، خلي يقللونه شوية، يعني يخفون شوية. هاي العلامة. نعم. رجعوا الاطفال للقرية. رجعوا المساكين الاطفال القرية، راح يبلغون الرسالة. قالوا هاي القديسة فاطمة. الآن فاطمة أصبحت قديسة. يا فاضح المجوس، قديسة فاطمة. قالت أنا راح أجي وأخذ واحد من عندكم بهاي العلامة، صيروا خوش أوادم. في نفس المنطقة اللي ظهرت هاي القديسة. نعم. بنوا كنيسة. نعم، في نفس المنطقة بنوا كنيسة. ما أدري هل كانت فاطمة رضي الله عنها وارضاها نصرانية مسيحية يعني؟ كنيسة ضخمة. كنيسة القديسة فاطمة. نعم. اسم القرية بدلوها إلى مدينة فاطمة. نعم. وإن شاء الله إذا رحتوا إلى البرتقال روحوا شوفوا. في تاريخ 13/5 بالسنة الميلادية. من كل سنة مو يزورون، يحجون إلى هذه المنطقة في البرتقال. نعم. الآن أصبح للرافضة مكان للحج غير بيت الله تعالى، كما هو الآن الحج إلى قم وإلى النجف وإلى كربلاء، أصبح إلى كنيسة القديسة فاطمة. حتى البابا والماما كانوا يحجون لهذه الكنيسة. صلوات على محمد. يعني أكبر شخصية مسيحية المرجع الأعلى مالهم. المرجع الأعلى. أنا قلت يمكن يقول السستاني ولا شيء، يقول البابا، المرجع على البابا. أنا قلت يمكن السستاني. يروح ويمشون على ركابهم. حتى يعني يا اخوان حتى يضحك عليهم يا اخوان، على اساس بالنجف كربلاء يزحفون القبور، يقول يمشون على ركابهم هناك بالكنيسة، يمشون على ركابهم. النصارى يمشون. البرتقال حتى البابا. نعم. يعني اكبر شخصية مسيحية المرجع الاعلى مالهم يروح ويمشون على ركابهم. نعم. وبيدهم السبح، سبحنا احنا سبح العربية، بيدهم السبح، يذكرون ذكر خاص ويروحون وحج. وهناك هاي مدينة فاطمة ورا هاي القضية صار إلها حج الآن 100 الألوف. نعم. الآن أصبح لها حج.
حجاج كنيسة فاطمة القديسة فاطمة عفوا. صلوا على محمد، صلوا على محمد يا مويل، صلوا على محمد. الآن الدنيا والعجيب يروحون من مكان أقدام هذه القديسة فاطمة. نعم، الآن سنكتشف اكتشاف جديد أن هناك تربة برتغالية تنافس التربة الكربلائية. هم يقولون القديسة فاطمة، من محل تراب أقدام القديسة فاطمة يأخذون العجائب والغرائب. يأخذون العجائب والغرائب والحوائج. والحوائج ايش كبرها بحلجة. اسمع طاحت عمامته لما قالها. محل تراب أقدام القديسة فاطمة يأخذون العجائب والغرائب. نعم. والحوائج. والحوائج والحوائج يكون في البرتقال في مدينة فاطمة. روح بعينك شوف. نعم. مدينتكم قضية تاريخية؟ لا، إنما أنا قضية على أرض الواقع. نعم، أرض الواقع كله من الواقع. الفالي ما يتكلم إلا من الواقع يا شباب. صلوات على محمد وآل محمد.